ما ينفعش تنزل السعودية إلا ولازم تجرب البيك. البيك يا جماعة حاجة من أساطير المطاعم البروست على مستوى الوطن العربي. البيك. بس السؤال هنا، هل البيك اللي اتفتح عام 1974 هو نفس الطعم دلوقتي ولا لأ؟ ده السؤال إن شاء الله اللي أنا هجاوبه لكم في آخر الفيديو. دي وجبة البيك، في منها حراق وفي منها عادي. ده اسمه البروست يا جماعة. بيتكون من ايه؟ بيتكون من 4 قطع زي ما انتم شايفين كده. قطع يا جماعة، وفي بطاطس، وفي خبز زي ما انتم شايفين، وفي تومية، وفي توم بالكاتشب. ويا جماعة استلذ بالبيك. أكلة ما ينفعش تنزل السعودية غير وانت لازم تجربها. فكان بيت في مصر ما جربش البيك. وديت يا جماعة اسمها السلطة اللي هي المخلوطة. اللي هي السلطة ديت عبارة عن تومية محطوط عليها كاتشب. ودي إبداع من إبداعات البيك. بتفتح الصلصة. تمام. الحاجة ديت يا جماعة يعني ما أعتقدش إن في حد ما جربهاش وهو يعني بياكل وجبة البيك. هو بيفتح التومية وبيحط عليها كاتشب، وبعد كده هو بيقلبهم وبياكل بالبروست. البروست دوت اقوى بكتير جدا من بروست كنتاكي ولا اي بروست جربته في حياتك. فعلا طعمه خرافة. فعلا طعمه خرافة. دي الحاجة ديت تقريبا مفيش حد تقريبا دخل البيك وما عملهاش. جاب التومية وحط عليها كاتشب. ده اختراع سعودي اصيل. حاجة كده بتحس ان انت بتاكل في عالم تاني، وتخلطها وتاكل. ده يا جماعة البيك. في طبعا من البريك في مسحب، وفي انواع تانية، وكل يوم بيخترع لنا حاجة تانية وحاجة تالتة وحاجة رابعة. بس انا منصحش حد ينزل السعودية. لازم تجرب البيك. لازم تجرب البيك لانه يعتبر من الاكلات الشعبية. ودي حتة الفرخة بقى. حتة الفرخة اللي هي لوحدها كده بتبص لها، بتحس ان انت يعني مش تاكل فرخة، بتاكل لوز كده. شايفين؟ مخلوطة بمادة كده معينة، وفيها حاجات حراقة. وانا اكتر حاجة بحبها الحراق. يعني انت لو عاوز تجرب البيك بجد جرب الحراق. وما طبعا لازم بعد البيك تاخد الايس كريم بتاعهم. ده يعتبر ارخص ايس كريم في السعودية. الايس كريم العادي بريال وربع، والايس كريم الفراولة او بطعم الشوكولاتة بريالين. حاجة كده بتطري على قلبك، بتظبط نفسك. ما تنساش تاخد الايس كريم ده لان انت فعلا تحبه. وممكن تشتري ايس كريم من غير ما تشتري وجبات البيك. البيك يا جماعة فيه 120 فرع على مستوى المملكة العربية السعودية. وفي كمان فرعين في البحرين. وفي كمان فرعين في الإمارات، دبي. فعلا حاجة في منتهى الرقي وفي منتهى الجمال. ده مكان الوجبات. ده المكان اللي انت بتقف بعد ما بتدخل عند الكاشير. بتقف بتديله الفاتورة، بتستنى رقمك وبتستنى دورك. وبعد كده هوت بتاخد وجبة البيك. طبعا احلى حاجة عندهم البروست. يعني المساحة حلو الصراحة. بس انا انصح اي حد عاوز يجرب اول مرة ياكل البيك ياكل بروست. ويا سلام بروست حراق. وكل يوم بيخترع اختراع بالصراحة. ولكن اجمد اختراع هو اختراع البروست. السؤال بقى الاهم بقى، هل كل الفروع زي بعض؟ يعني انا هجاوب لكم على الجزئيه دي بامانه الصراحه. تمام. انا احس ان الفروع مختلفه عن بعض. يعني فرع زي دوت مختلف. يعني بالنسبه لحجم الفراخ، وبالنسبه لطعم الفراخ، وبالنسبه للجوده. تمام. عن فرع تاني. فانا جربت وجبتين. وجبه من فرع ال40 في الصفا، ووجبة تانية من فرع تاني. حسيت ان في اختلاف ما بين الوجبات بعضها على بعض. حجم الفراخ، حجم الدجاج، الاسلوب الناس بتتعامل بيه. بصراحة في اختلافات وتكاد تكون يعني بس في اختلاف ما بين الفروع وبعضها. وانت اكتبها في الكومنتات لو انت شفت في اختلاف
ما بين الفروع وبعضها ولا مفيش فروع. في طبعا عندهم سمك وعندهم جمبري، في ناس كتير جدا بتحب الجمبري. وفي عندهم اختراع جديد اسمه اختراع الشاورما، واخترعوا اختراع اسمه بيكس حراق، واخترعوا بقى اختراع بتاع الفلافل، اللي هو الفلافل المصري اخترعوها. وطبعا كل دوت مع التومية ومع الكاتشب. وادي يا جماعة الريسيت. وجبة البيك حاليا ب 17 ريال. وما تنساش تاخد معاها كول سلو، يعني هتحس ان انت فعلا بتاكل مطعم تاني. شكرا يا بيك، وشكرا لكم كلكم.